السلام عليكم ورحمة الله. معكم المستشار محمد الحسيني من قناة الميزان الذهبي، وأكلمكم النهاردة عن الفنانة كاميليا التي هزت عرش الملك. ولدت الفنانة كاميليا في الإسكندرية عام 1919 لأم من أصل إيطالي، واسمها الحقيقي ليليان فيكتور كوهين. نشأت في بيئة فقيرة، حيث كانت تعيش مع والدتها التي كانت تدير بنسيون متواضع لتأمين لقمة العيش. لم يكن في الحسبان أن هذه الفتاة ستتحول لاحقا إلى واحدة من أكثر النساء جيلها سحرا وإثارة للجدل. فما أن بلغت سن ال17 حتى بزغ جمالها بوضوح، ليكتشفها المخرج أحمد سالم عام 1946 في مناسبة اجتماعية، ويقرر أن يصقل موهبتها ويقدمها إلى السينما بعد أن لمس فيها ملامح النجومية. وعهد أحمد سالم إلى صديقه الفنان محمد توفيق مهمة تدريبها على فن التمثيل، غير أن محمد توفيق وقع هو الآخر في حبها، مكتفيا بكتمان حبه خشية على مشاعر صديقه أحمد سالم. رفضت كاميليا الزواج من أحمد سالم بسبب سمعته العاطفية التي ارتبطت بالفنانة أسمهان، الأمر الذي دفعه إلى ملاحقتها، حتى تدخل الملك فاروق شخصيا وأصدر أمرا بعدم التعرض لها. وقد عرف عن الملك فاروق إعجابه الشديد بها، حتى إنه كان يحرص على حضور أفلامها، الأمر الذي غذى الشائعات حول علاقة غامضة جمعت بينهما. ولم يقتصر الإعجاب بكاميليا على رجال الفن والسياسة فقط، فقد كان هناك موظف بسيط يدعى صلاح الدين سرقوا عشقها من نفسه، حتى اختلس مبلغا من شركته لتحقيق حلمه في إنتاج عمل سينمائي يجمعهما، لكن السلطات ألقت القبض عليه قبل أن يرى حلمه النور. أما قلب كاميليا فقد خفق بالصدق للفنان رشدي أباظة، وجمعتهما علاقة عاطفية صاخبة وصلت إلى حد الاتفاق على الزواج، لكن الأقدار حالت دون إتمام تلك الزيجة. ففي أغسطس عام 1950 لقيت مصرعها في حادث سقوط طائرة متجهة من القاهرة إلى روما قبل موعد زفافها بشهرين، وكان لرحيلها المفاجئ أثرا بالغ في نفس رشدي أباظة الذي دخل المستشفى فترة طويلة. فقد كانت كاميليا أيقونة مأساوية، وأن جمالها الخلاب كان بمثابة نقمة عليها، وهو الذي أدى إلى هذه النهاية المأساوية لها. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس ليصلك كل جديد.